هذه الفقرة لهذه الحلقة المصور الشهير عبد العزيز عمر الملقب بزيزو، ومع رحلة عطاء 30 عام ومليون صورة. ملك اللقطة وصديق العدسة عبد العزيز عمر. ياه، كدنا ننسى اسمه. ارتباطه الشديد باللقب الشهير زيزو أو العم زيزو، كما يدعى في الوسط الصحفي احتراما لإبداعه وخبرته الطويلة في بلاط صاحبة الجلالة. الاسم عبد العزيز عمر عبد العزيز. الحالة الاجتماعية متزوج ولدي بنتان وولد. العمر 50 عاما. العمر العمر في الخدمة 30 عاما في وكالة الأنباء اليمنية سبا. أنا بدايتي في التصوير كانت كبداية أي مصور هاوي. كنت أطالع دائما الصحف والمجلات التي تختص بالذات بالصور الرياضية لأكبر مشاهير المصورين في العالم، وكنت شغوف أن أكون مثلهم، وبدأت هذه الرحلة بهذه المطالعة. حين يدخل الملعب حاملا كاميرته وكرسيه، تراه يتجول بناظريه حتى يتعرف على زوايا المكان، وما يلبث أن يتخذ مكانا له في زاوية من زوايا الملعب، راصدا كل أحداث 90 دقيقة في صورة تختزل كل تفاصيل المكان والزمان بأناقة وموهبة شديدة. يجب على المصور الرياضي أيا كان المصور الرياضي في أي لعبة يجب أن يكون عنده دراية كاملة عن قانون اللعبة نفسها. يعني إذا كان مصور كرة القدم يجب أن يعرف قانون كرة القدم ويعرف يعني بشكل عام، لأنه كرة القدم يعتمد على 17 مادة، ويجب أن يكون المصور عنده فكرة عن هذا القانون زيه زي الحكم وزي اللاعب، وحتى يتسنى له أن يأخذ لقطة جميلة ويعرف يعني يميز من هو اللاعب الذي يثير الشغف في الملعب، أو الجمهور المشاغب، أو اللاعب الذي يمكن يسجل هدف، أو الحكم الذي يمكن يعطي ضربة جزاء وهكذا. فهذه الأمور لازم يكون المصور الرياضي محترف يعني قريب منها وملم وشارب من القانون. ثلاثون عاما ومليون صورة، تاريخ متفرد يصعب الوصول إليه من أي مصور آخر في اليمن. إنجازات تسجل باسمه فقط، يصعب تحطيمها على المدى القريب. طاف العالم شرقا وغربا برفقة صديقته الكاميرا، وكان أول صحفي يمني يغطي فعاليات كأس العالم في جنوب أفريقيا ونهايات آسيا. هذه الكرة تلقيتها هدية من أحد الأطفال الأفارقة في مطار جنوب أفريقيا، مطار جوهانسبرغ، عندما كنت عائدا إلى اليمن، فأهداني هذه الكرة، وهي عبارة عن الكرة هي الكرة مصغرة من البوبوغاني، الكرة الرسمية لكأس العالم 2010. هذا كأس العالم الوورد كاب، هذا الكأس الذي يتصارع عليه 32 فريقا في كأس العالم، هو وليس الكأس الأصلي أو الموجود في الاتحاد الدولي الفيفا أو الذي أخذته إسبانيا في كأس العالم الأخيرة، وإنما نموذج يتم إهداؤه لمن يريد يعني. فهذا يعتبر الكأس هو عزيز عليه جدا، ويعتبر من مقتنياتي الثمينة جدا، بحكم أنني شاركت لأول مرة في كأس العالم كمصور يمني في 2010 في جنوب أفريقيا.
هذا كتاب توثيقي مصور عن كأس الخليج الثامن عشر في أبو ظبي، وكان لي نصيب من الصور البطولة للخليج موجودة فيه. فمن ضمن حوالي أو 6 أو 7 مصورين، من ضمنهم أنا عبد العزيز عمر المصور اليمني الوحيد اللي في هذا الكتاب الذي له إنتاجات في هذا الكتاب. هو عبارة عن كل المباريات التي أقيمت في خليج 18 في أبو ظبي. من مدينة عدن التي يعشقها كان مولد موهبته، حيث البحر والغروب التي ألهمت عدسته كل هذا الإبداع، حتى أصبح زيزو حديث الملاعب. فهذا دليل على أن المصور اليمني أيا كان فهو مبدع أينما كان، وأتمنى أن يكون المصور اليمني له صولات وجولات كمصوري العالم، وإن شاء الله في القريب العاجل سيكون ليس مصورا واحد رياضيا محترفا في اليمن مثل عبد العزيز عمر، سيكونوا مصورين أو مصورون كثيرون متواجدين في هذا العالم المتجدد، وخاصة عالم التصوير الرياضي. أحلامه بسيطة، يحلم بمنزل متواضع يقيه هم الإيجار هو وأسرته الصغيرة. فهل تنظر إليه وزارتي الإعلام والشباب والرياضة ووكالة سبا بعين المستحق، أم أنه سيظل يحلم من المهد إلى اللحد؟ أهلا بكم من جديد. الهلال عروس الجولة الخامسة في الدوري العام لكرة القدم، تتواصل لعبة الكراسي